السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شرحات بلال ساد في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. موضوع النهارده موضوع جميل، موضوع تحفة، وطبعا موضوع مميز لأنه حاجة تخص الصن بلس 1506 تي في والاتش في والال في. طبعا زي ما قلنا سوفت كامل متكامل، كل أنواع الشيرنج اللي تتخيلها هتلاقيها في السوفت ده. فيعني هيبقى سوفت جميل جميل، وطبعا بيدعم فلاشة الواي فاي. عشان ما اطولش عليكم يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الاستثمارات. ايه موضوع النهارده يا عم بلال؟ موضوع النهارده بكل اختصار هو الجهاز اللي معانا النهارده، الهامر 1000، الهامر 10000. طبعا الجهاز ده يا جماعه صن بلس 4 ميجا 1506 تي في بدون واي فاي داخلي. طبعا هقدم لك النهارده سوفت مميز وجميل للانواع بتاعه الصن بلس، وزي ما قلت لك في اول الفيديو هيبقى سوفت كامل متكامل. يلا نوصل الجهاز. طبعا الجهاز بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين 2 يو اس بي. طبعا جهاز بورده كبيره، جهاز محترم، يحمل صن بلس 1506 تي في. وطبعا السوفت هنقدر نعدله للاتش في ولل في. ويلا نخش نوصل الجهاز ونخش يلا مع بعض مع الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما وصلنا الجهاز، وصلنا الكهرباء، فلاشه الواي فاي، الفلاشه اللي عليها السوفت الجميل اللي هسيبه لك في تعليق مثبت تحت الفيديو. اول حاجه هنخش منه. طبعا الجهاز ده كان اخر سوفت انا سايبه على القناه. طبعا كان سوفت محترم وسوفت مميز، الناس كلها كانت مبسوطه منه، ولكن السوفت اللي جاي لك بيه النهارده اجمل واجمل. فخليك معايا لاخر الفيديو عشان خاطر تقدر تستفيد من التحويل والسوفت النهارده. اول حاجه هنخش بقى على تحديث البطاقه، وبعد كده هنخش ندي للجهاز السوفت بتاعنا. طبعا السوفت ده هيبقى فيه سوفت تمهيدي، يعني في سوفتين هتديهم للجهاز. عندنا يا جماعه اداه السوفت التمهيدي واداه السوفت الثاني اللي هنديه بعد السوفت التمهيدي. اول حاجه هنخش نعمل اوكي. الجهاز سحب معانا السوفت تمام اهوت. هنسيب لحد ما الجهاز يسحب السوفت التمهيدي ويراستر لوحده، وبعد كده نديله السوفت الثاني. عايزين ندردش مع بعض بقى عبال ما الجهاز يحمل السوفت. طبعا انا اولا بعتذر للناس اللي انا ما بقدرش ارد على التعليقات على القناه او سواء على الفيسبوك، ولكن غصب عني مفيش وقت كافي ان انا هشتغل على القناه واقدر ارد على الناس. ولكن ان شاء الله اوعدكم باذن الله ان هعمل بث مباشر وهرد على كل تعليقات الناس في البث المباشر، وهيبقى فيه ان شاء الله سوفتات جميله لكل المعالجات في الايام اللي جايه ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز حمل معانا تمام. هنسيب الجهاز لحد ما يراستر ويشتغل لوحده، وبعد كده هنخش نديله السوفت اللي هو الثاني بعد السوفت التمهيدي. هنخش على منيو، وبعد كده هنخش على الضبط، وبعد كده هننزل على تحديث. وطبعا للعلم السوفت اللي انا بعمله ده طبعا هينفع للاجهزه الاتش في. هسيب لك 3 سوفتات زي ما حضراتكم شايفين. الجهاز سحب معانا السوفت الثاني. عايزك تركز في الشويه اللي جايين دول عشان تقدر تستفيد من السوفت ده. السوفت ده جميل، وزي ما قلت لك في اول الفيديو كامل متكامل لكل انواع الشركه. طبعا هيبقى فيه اضافات ومميزات، وطبعا سريع جدا، وبيدعم فلاشتين الواي فاي وحاجات جميله في السوفت. وعايزك تتعمق في السوفت بنفسك عشان في حاجات هتكتشفها انا مش هقول عليها. اول حاجه هنخش منيو، وبعد كده زي ما عودناكم هنخش على الضبط، وبعد كده هننزل على النسخه. وزي ما حضرتك شايف الجهاز بتاعنا النسخه بتاعته 1506 تي في. طبعا السوفت باصدار 19/5/2023. زي ما قلت لك تحت الواي فاي بيدعم الفلاشه 5370 والفلاشه 76 يعني بيدعم الفلاشه القديمه والفلاشه الجديده، مالكش اي حاجه خالص. ايه يا عم بلال السوفت الكامل المتكامل، او ايه النقطه اللي انت بتقول عليها؟ هنخش على الوسائط وهنعمل زي ما انتم عارفين 1506 من ريموت 1506. وزي ما حضراتكم شايفين زي ما قلت لك ما بكدبش عليك بيدعم كل انواع الشيرنج. يعني عندك الاكس هواء، سواء الشبكات الهوائيه او سواء اي سيرفرات نفسك فيها بيدعمها. عندنا زي ما انت شايف حتى النشير في 2 بيدعموا كل حاجه زي ما انت شايف، وباحدث اصدار
يعني ده حاجه مميزه في السوفت الجميل ده، وبيدعم الفلاشتين زي ما قلنا. يعني مالكش حجه، هينفع معاك على الفلاشه القديمه او على الفلاشه الجديده. ولو دخلنا على اعدادات الايثرنت ونزلنا تحت على تكوين الشبكه وعملنا اوكي، بيدعم معانا الوصله اللي هي اليو اس بي اللان، وبيدعم الواي فاي، ولكن للاسف ما بيدعمش وصله الكابل بتاع الشحن الموبايل. يعني انا بيتهيألي هو السوفت يعتبر اللي هنستفيد منه الحاجه اللي قلت لك عليها في الوساطه المتعدده. والحاجه هنا وعايزك تتعمق، مش هقول تاني، وعايزك تتعمق بنفسك عشان خاطر هتلاقي مفاجآت في السوفت ده، وسرعة في الأداء وسرعة في التشغيل. وطبعا هسيب لك معاه ملف قنوات حديث، يعني يبقى انت كده مش ناقصك حاجة. قلنا يا جماعة السوفت ده للمعالج الصن بلس 1506 تي في، 1506 اتش في، و1506 ال في، للأجهزة ال4 ميجا بدون واي فاي داخلي. أنا بأكد على الكلام وعلى المعلومة عشان خاطر مفيش ناس تسيب لي في التعليقات يقول لي ده الجهاز خد السوفت طلع رسالة ان يور ديفايس اللي هو سوفت خطأ. عايزك تتأنى في الشرح، عايزك تخش على اصدار جهازك تشوفه نفس المعالج، ولو كان بواي فاي داخلي ما تديلوش السوفت، لانه هيقبل منك السوفت وهيطلع لك رسالة الخطأ في السوفت. فانا عايزك الاجهزه ديت، وهيبقى فيه ان شاء الله نفس السوفت ده بالظبط، نفس السوفت ده للاجهزه الواي فاي الداخلي ال 1506 تي في والاتش في واي فاي داخلي فلاشه 4 ميجا مش 8 ميجا. وبكده يبقى انا وصلت لنهايه موضوعنا النهارده. وتنبيه بسيط، تنبيه بسيط، انا عايز اوريك حاجه بس عشان خاطر قالت لي ده في ناس بتعمل سوفتات بفلوس ومش الكلام ده، وتبقى عشان تبعت لي السوفت بفلوس. عندك قناه شروحات بلال سات، فضل من ربنا عليها كل شيء نفسك فيه، وبفضل من ربنا من غير اي مقابل خالص. انا كل اللي عايزه منك الدعم للقناه، وزي ما حضرتك شايف على الصوره كل دي سوفتات لكل المعالجات، وهيبقى في بث مباشر ان شاء الله لكل السوفتات ديت. لكن الوقت ما عنديش وقت كافي ان انا عندي استعداد اعمل كل يوم فيديو لكل يوم لكل جهاز، وكل يوم اعمل تحويل جديد واعمل سوفت جديد لكل الانواع والسوفتات. وادي الصوره بمليون كلمه، انا ما بهزرش، وبفضل من ربنا مجهود الشخصي ما حدش له فضل عليا بعد ربنا طبعا. فطبعا انا عايزكم نتأنى ان شاء الله. انا قد ما اقدر بشوف وقت كافي ان انا اقدر اقدم لكم سوفت جديد، ولكن انا غصب عني عشان خاطر الشغل وكده. وبعتذر تاني للناس على التعليقات، ولكن ان شاء الله باذن الله هنعمل بث مباشر لكل الناس. ويا رب تكونوا استمتعتم بالشرح، وانتظرونا ان شاء الله في سوفت قادم وشرح قادم على قناتكم الجميله قناه شروحات بلال سات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.